السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى اللي يشوف الفيديو بتاعي يعني او يستفاد من اي معلومة انا بقدمها، حتى لو المعلومة على قدي، يشير الفيديو على قد ما يقدر او يتفاعل مع الفيديو او يعمل لي اشتراك في القناة. مش هتخسر حاجة والله، صدقني انا بقدم حاجات كويسة وحاجات مفيدة يعني. النهارده هتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي قرح الفراش او البيت سورس. جماعة، قرح الفراش ديت يعني والله العظيم ممكن تؤدي الى الوفاة. في ناس بسبب قرح الفراش ديت انا بشوفها او شفتها في العناية عندنا للاسف. قرح الفراش دي بتبقى واصله للعظم. قرح الفراش دي مشاكلها تسمم في الدم، تمام، او تعفن الدم، التهاب المفاصل والاعصاب. ممكن لو الحالة صعبة جدا بعد فترة من بسم الله الرحمن الرحيم، بعد فترة من قرح الفراش ديت ممكن تسبب الوفاة، ممكن تسبب سرطان. ربنا يعافينا وإياكم يا رب. تمام. الموضوع يا جماعة مش سهل، وبالذات الحالات اللي هي بتبقى كبيرة في السن، أو الحالات اللي عندها مشاكل في القدم السكري، مش بتتحرك، مش بتتقلب، حتى لو مؤاخذة الحمام بتعمله على السرير، أعزكم الله. الناس اللي عندها مشاكل في العظم وعاملين عمليات كبيرة في العظم، مركبين الأجهزة، جهاز الظروف، الحاجات دي مش بتتحرك من مكانها خالص، حتى حاجتها بتقضيها على السرير. جماعة، الحالات دي مهمة جدا 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 ان الحالة دي تتقلب يمين وشمال. يعني مطلوب مني كأنا قاعد جنب المريض او جنب المريض اللي عندي في البيت ده، او قاعد الفراش، يعني ان انا اتعامل معاه، ان انا اقلبه يمين وشمال، ابقى عامل وقت معين المريض يجي جنب اليمين، يجي جنب الشمال. للاسف انا رحت الحاله من كام يوم بالليل، فالحاله نايمه، يعني يعتبر السرير تحتيها يعني مبلول من الحمام او من اللي هم بيغسلوا له. ربنا يعافينا واياكم يا رب. الحالات الكبد، فشل الكبدي، السرير غرقان، مفيش حتى مرتبه هوائيه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. والله يا جماعه اكبر غلط. انا شفت منظر الجرح، قلت لهم يا جماعه واصل للعظم، يعني واصل للعظم. قلت لهم يا جماعه انتوا سايبين الحاله دي كده ازاي؟ الحاله دي عايزه تروح مستشفى، عايزه تتحجز في مستشفى او في عنايه او حاجه زي كده. حرام تسيبوا مريض زي كده. وللاسف والله يعني سنه صغير، يعني 48 سنه ولا 47 سنه، بس مش عارف. ربنا يعافينا يا رب. طبعا اللهم لا اعتراض على حكم ربنا طبعا. اتمنى ربنا يشفي كل من كان مريض. بس فعلا قرح الفراش يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. ان ما كنتش انت هتعالج قرحه الفراش ديت، يعني معالجه او غيار سليم في البيت، اوديها مستشفى. جماعه الحاجات دي بتكلف كتير قوي، بتكلف كتير جدا، الغيارات والدريسنج والشاش المعقم والفازلين والحاجات ديت، واذا كان البايفاتراسين، الحاجات دي مكلفه خالص خالص خالص. انت مش قادر تكلف في البيت، او مش قادر تشتغل او تجيب تمريض صح يعالج الحاله دي في البيت، لا يبقى خلاص انا اوديها مستشفى، واللي انا هصرفه على الممرض اللي هجيبه او الغيارات اصرفه في مكان زي المستشفى. لكن الحالات في البيت، ما كانش ممرض شاطر وفاهم بيعمل ايه ما يغيرش. يا جماعه خلوا بالكم. مريض، الناس اللي عندها فشل الكبدي، الناس اللي عندها مشاكل في العظم، الناس اللي عندها قدم سكري، الناس دي تخلي بالها كويس جدا يا جماعه. والله العظيم في ناس بتموت بسبب موضوع قرح الفراش. ربنا يعزكم ويعزنا. الكل يخلي باله، اوعى تستهون بقرحة الفراش حتى لو هي صغيرة. اول ما تحس ان، حتى لو انت الدكتور ما قالكش قرح الفراش، انت دايما تخلي عينك على المريض، دايما تبص على ظهره، دايما تبص على مقعده من تحت، دايما ابص افتش فيه. قرحة الفراش بتبقى صغيرة، وفي مسافة يومين 3 بتلاقي الدنيا اتدهورت بطريقة وحشة. انا بقول لكم عندنا حالات في العناية والله للأسف ماتت بسبب قرحة الفراش. اتمنى اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك في القناة وشيره يعني على قد ما يقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.